كيفاش انت كمبتدئ او شخص عادي او مدرب بالضبط غادي تعرف راسك كيفاش داير. الا كنتي مدرب كيفاش تعرف راسك واش انت من هذا النوع. الا كنتي متدرب كيفاش غادي تعرف المدرب ديالك من هذا النوع. الا كنتي شخص عادي كيفاش غادي تعرف هذا الجار ديالك هذا المدرب، سواء كان جارك او لا. غادي تعرفوا واش مدرب يعشق الرياضه او مدرب يعشق الماديات. حنا باش نعطيكم واحد المجال مفتوح باللي الماديات يعني العالم كامل يعشق الماديات، انما كنهضر لك في حدود. في حدود. واحد الشخص يحب الرياضه يعني كيبغي الرياضه اكثر، وواحد الشخص يحب الماديات اكثر. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نشرح لك كيفاش تفرق بين هذين المدربين. تبعنا الفيديو حتى الاخر وسوف اوضح لك كل شيء. كما قلت لكم في هذا الفيديو هذا غادي نوضح لكم الامور وغادي نشرح لكم كيفاش تفرق بين المدرب الذي يعشق المال والمدرب الذي يعشق الرياضه. كاين جوج ديال الاحتمالات. ملي نهضروا لكم على المدرب الذي يعشق المال فقط، يعني المدرب اللي مادي، وغادي تفهم كيفاش غادي يكون المدرب اللي غير مادي. المدرب المادي، شنو هو المدرب المادي؟ المدرب المادي كتعرفوا في جوج ديال الحالات. الحاله الاولى ملي كيكون كيترني في واحد الصال، يعني واخد واحد القاعه الرياضيه كيترني بالدراري لظروف ما، يعني توقف هاد لاصال هذا او حبس في هذاك لاصال. ملي كيحبس هذاك المدرب في هذاك لاصال اشنو كيدير؟ كيبقى جالس. علاش جالس؟ حيتاش ما شد حتى اصال اخر، ما شد حتى قاعه رياضيه كيترني بالدراري وكيبقى جالس ما كيترينيش هو بتاتا. كيتسنى ثاني حتى يشد شي اصال اخرى عادي بدا ثاني تريني بالدراري. اذا هنا كنقولوا باللي هذا المدرب هذا لا يعشق الرياضه، انما يعشق الشيء الذي يمتلكه في الرياضه. حيتاش لو كان هذا المدرب يعشق الرياضه، حتى ملي كتحبس من القاعه الرياضيه ضروري كتريني، كتبقى تريني بوحدك، كتحط البروغرام ديالك انت، البرنامج التدريبي ديالك انت وكتريني. ما تقولش انا عندي جالس ما شاد لا الصال لا والو، هذيك غير هضره خاويه. عطا الله فين تجري، واخا تمشي لاصال اخر تريني فيها ماشي مشكل مع دراري اخرين وخدم معاهم البراتيك كذا كذا ماشي مشكل. واخا تخرج لبرا تريني شويه ديال الحركات شويه كذا شويه كذا، ولا تريني في الدار ولا يعني هنا كتعرف هذا المدرب هذا، ولا هنا كيعرف هذا المدرب راسو انه مدرب غير مؤهل. غادي يطلع بالدراري الكومبيتيسيون، غادي يجيب الدراري، داكشي عادي جدا. انا كنهضر لك على الشخص كمدرب، كنهضر لك عليه هو كمدرب بالنسبه لراسو، هو بالنسبه للكور ديالو، الجسم ديالو كيفاش داير. واش جسم رياضي، واش يعشق الرياضه، واش يحب الرياضه، او انه مدرب فقط كيكون حاضر ملي كيكون الواجب الشهري. هذا من جهه. والنقطه الثانيه انت كتعرف ثاني المدرب ثاني واش مدرب يعشق الرياضه او لا ما كيعشقش الرياضه. ملي كيتوقف مثلا الموسم الدراسي، ملي كيتوقف الموسم الدراسي كنعرفوا جميع باللي ان الموسم الدراسي ملي كيحبس الاغلبيه ديال المدربين كيسدوا القاعات الرياضيه حتى لشهر 9 الثاني. ملي كيبدا الموسم الدراسي عاده كيبداو ثاني الرياضه. هنا ثاني كتعرف المدرب ملي توقف في هذيك الوقيته ديال الموسم الدراسي، واش حاط البرنامج ديالو التدريبي باقي كيتريني او لا حتى هو حبس كيتسنى حتى يوصل الموسم الدراسي عادي بدا. هنا كتعرف كذلك المدرب انه لا يعشق الرياضه، انما يحب الواجب الشهري. هذا الشيء بزاف ديال الاخوان، يعني بزاف ديال الاساتذه غادي يجيهم يعني هذا الفيديو هذا قاصح واحد شويه، انما هذه هي الحقيقه المره. تقدر تكون انت مدرب براسك وما رد البال لهذه القضيه هذه، يقدر هذا الفيديو هذا يحفزك ويخليك انك تعشق الرياضه اكثر. وتقدر تكون انت واحد التلميذ، او تقدر تكون واحد الجار اللي عارف واحد السيد هذا انه يحب الرياضه، انه يعشق الرياضه. انه ملي كيكون الشخص يعشق الرياضه ويحب الرياضه ما كيعرفش شنو هو حبس، ما كيعرفش شنو هو حبس. كاين الصيف سخون الحال، اولا الجو ديال الشتاء، اولا حبسنا في الصيف، اولا ما بقيتش كنتريني بالدراري في واحد لاصال، يعني ما بقيتش في هذاك لاصال، بقيت كنتسنى حتى نشوف شي لاصال اخرى. يعني هذا لا يدل على انك مدرب ديال بصح. المدرب ديال بصح
كيدير البرنامج التدريبي ديالو، كيحط البروغرام ديالو حتى هو كيتريني. وعكس المدربين اللي كتلقى مثلا في لاصال حتى هو جالس كيحسب لك في لاصال، جالس في لاصال وكيحسب لك 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 هبط تراكسيون، طلع ضرب ليزار، طلع جيب دوره طنطن، وجالس هو مرتاح مع راسو. انا استغرب لمثل هذه النماذج ديال المدربين اللي كيبقى جالس. كيكونوا بعض المدرب كيكون كبير، يعني في اللاج كبير، كيكون كبير في اللاج، يعني كتلقى عنده 60 سنه، كتلقى عنده 50 سنه 60 سنه، وكتلقى مازال كيترين مع الدراري، كيتحرك مع الدراري، كيدير التسخينات مع الدراري وكلشي. كاين بعض المدرب كتلقى المدرب باقي صغير، يعني باقي جون، لكن الهدف ديالو هو انه كيبقى شاد الحساب مع الدراري، كيحسب لهم فقط لا يتدرب. اذا كما قلت لك هذان النوعان. اذا كما قلت لك هنا فين كتعرف النوع ديال المدرب، واش مدرب مادي او مدرب يعشق الرياضه الى النخاع. الا كان مدرب يعشق الرياضه الى النخاع، راني قلت لك ما كاينش اشنو هو، حبس سواء حبستي من الله السنه ما بقيتيش كترني بالدراري، او لا حبستي في الموسم الدراسي في العطله، ما كتقطعش الرياضه، كتبقى تريني دائما، كتبقى كتريني وكتحط البروغرام ديالك، البرنامج التدريبي ديالك وكتمشي عليه. والا كنتي شخص مادي كتوصل العطله كتبقى جالس مع راسك بحال الدراري حتى انت شاد العطله، كيوصل مثلا كتحبس شهر الصاله، كتبقى جالس ثاني حتى كيكون شهر الصاله اخر 6 شهور 4 شهور عام عامين. اعرف الكثير من المدربين يفعلون هذه الاشياء دون وعي ولا يعلمون هذا. اذا اخوان وصلنا لنهايه هذا الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده، وانتظروني في مقطع جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.